حطيتهاش فمش هتديني الطعم الحلو. عندي هنا 5 معالق كبار من السكر، 5 معالق كبار من السكر. لو هعمل كيلو هعمل معلقتين ونص او 3. تمام. هحط عليهم كيس الخميرة. لو هستخدم دلوقتي هاخد نص كيلو من نص كوباية من الحليب اللي انا غليه، وهحطه علشان طبعا يفعل الخميرة، وهبتدي اقلبه كويس قوي قوي عشان ايه السكر يدوب معايا، لان السكر عادي اللي هو خرز، لو السكر بودرة هيدوب اسرع. فانا قعدت اقلب فيه شوية علشان يدوب، وانزل كده كل اللي في الجوانب، واقعد اقلبه كويس جدا جدا كده مع بعضه علشان خاطر الخميرة تتفاعل معايا وتعمل فوم. تمام. وخلوا بالكم اللبن على السخن والسمنه على السخن. هنا ما احطش بيكنج باودر خالص، مادام شغاله بسمنه سخنه وشغاله بلبن سخن ما احطش بيكنج باودر خالص. بيكنج باودر بيتحط في لما اكون هعمل سمنه بارده، سمنه عاديه، سمنه مجمده. تمام. في ناس تحط معلقه من الخميره، معلقه من الخميره ومعلقه من البيكنج باودر، ما ينفعش، ده مش كحك ميكس. تمام. ده حاجه وده حاجه. هجيب هنا معلقة جوز الهند ومعلقة بشر برتقان، هحطهم في اللبن الدافي عشان ينزلوا العصارة بتاعتهم، واللبن ياخد الريحة والطعم بتاعتهم، ولما انزله على الدقيق يديها لهم. وطبعا محدش يفهم معنى اللي انا بقوله الا لما يجرب الكحك بالطريقة دي، فيفهم لما يجي يشم ريحة الكحك هيفهم معناه. تمام. عندي الدقيق اهو نخلته ونزلته عندي علشان اشتغل فيه. طبعا انا نسيت اقول ان انا حطيت كيسين الفانيليا على الحليب. ماشي. فانا حطيتهم اهم دلوقتي عشان يكملوا نفس الريحه. طبعا محدش بيحط اصلا فانيليا على الكحك، بس اللي هيجرب الطريقه دي هيفهم معنى انا عايزه اقول ايه. تمام. هنا هنروح بقى حاطين الدقيق بتاعنا. ماشي. ونحط عليه ريحه الكحك البودر، وريحه الكحك البودر معلقه صغيره خالص للكيلو، ما نحطش كتير لانه بيخلي ليه ريحه ولون، يعني اولا بيغمق الدقيق والعجينه، بيخلي ليه ريحه فزه. فمش بكترها، احنا نديلها ريحه بس عشان نقدر ناكلها بطعم حلو. السمنه عندي قدحت، هبتدي انزل فيها السمسم الني يتحمص جواها. لازم انزل السمسم الني يتحمص جواها، لان ده اللي هيديني طعم الكحكه اللي انا كنت باكله زمان من ايد تيتا ومن ايد ماما والكلام ده. ماشي. فانا هنزل كده مفيش 5 دقايق، وانتي متابعه ما تسيبيش السمنه وتمشي، وانتي بتتابعيها مع التقليب كده هتلاقي ان لون السمسم بدأ يتغير ويتحمص، وهتلاقيه ان هو ايه اداكي لون يعني محمص كده. ما تحطيش سمسم محمص، حطي سمسم ني. سمسم الني بيبقى انضف، انتي بتجيبيه على ايدك وتحمصي، اما المحمص ده بيبقوا جايبينه بواقي الافران اللي بتبقى في الصاجات. ماشي. فانتي هاتي حاجه نضيفه واعملي حاجه نضيفه عشان تبقي مرتاحه وانتي بتاكليها. تمام. عندك اهو. تمام. شايفه دلوقتي